مع استمرار فن الهواة في الإسكندرية ومستقبل فن الهواة في الإسكندرية، بنتمنى إن يكون له رؤية فنية جميلة، رؤية فنية مبشرة، وهنعرف ده من رئيس مجلس إدارة جمعية أمواج للثقافة والفن الإبداعي الأستاذ عادل حفظي. ماذا أقول بعد كل ما أقول؟ ماذا أقول يعني في هنا شاعر وهنا شاعر وهنا شاعر، أنا ما عنديش حاجة أقولها خلاص. مستقبل الفن الهواة في الإسكندرية في الفترة اللي جاية وأمنياتك ليه، لأن مفيش فن هواة دلوقتي. لا، أمنياتي إيه؟ دي حاجات كتير قوي. أنا بحلم إن نتجمع كل الفرق وكل الهواة في اسكندرية على قالب واحد، يعني بيبقى فيه صرح ثقافي فعلا حقيقي بشكل كبير قوي يجمع كل الهواة في اسكندرية. بحلم ان احنا نخطف الاضواء تاني من القاهرة، بحلم ان اسكندرية ترجع تاني رائدة للفن زي ما كانت. حلم كبير لكن يتحقق ازاي؟ يعني يا ريت يبقى في ندوة نتجمع فيها كلنا ونجمع فيها معظم فنانين اسكندرية اللي نعرفهم ونتناقش في ده عشان نوصل لده. لكن كل واحد فينا بيفكر في جانب، انا اعتقد ده صعب تحقيقه يعني، لكن هو ده حلمنا فعلا. دعوة وبنقولها دلوقتي من ليالي الشاعر للحلقة السادسة، دعوة باسمكم جميعا وباسم الأستاذ عادل حفظي رئيس مجلس إدارة جمعية أمواج للثقافة والفن الإبداعي لجميع محبي الفن السكندري باختلافات الفن، إن كان شعر أو موسيقى أو زجل أو تمثيل أو كل حاجة خاصة بالفن السكندري. يا ريت نتكاتف جميعا ونقوم فكرة زي زمان كانوا بيقولوا على اسكندرية، الإسكندرية مفرخة للفن في مصر. شكرا استاذ عادل. بعد اذنك بضيف حته صغيره. انا سبقت اللقاء ده بان انا عملت ايفنت على الفيس عندي بالجمل دي، طلبت كل الفرق المسرحيه تحديدا لان هي اكتر شعبه مليانه طاقه بشريه يعني، وطلبت منهم انهم يتقدموا الاموال، واموال ان شاء الله كفيله انها تمدهم بالدعم الفني والمادي والمستقبل القريب. دي مفاجآت بقى كانت هتقابل ما بعد، لكن انا بقولها من دلوقتي. واستنيت حد من اسكندريه يطلبني، لكن للاسف القاهره طلبتني الاول. شكرا.